يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يمكن كتير مننا يعرفوه. يعني انا افتكر زمان لما كنت في المدرسه كان دايما بيتقال في الاذاعه اللي هي كل يوم قبل المدرسه، ما اعرفش بصراحه لسه بيعملوا كده دلوقتي ولا لا. بس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. يعني ده يعني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سابه لنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الدليل اللي احنا نمشي عليه في حياتنا. يعني الصحابه لما كانوا عايشين كان الرسول صلى الله عليه وسلم في وسطهم، لما كانوا بيحتاجوا يسالوا على اي شيء كان بيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم معاهم. طب احنا بقى اللي ما عشناش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل احنا كده عايمين في الهوا كده هائمات لوحدنا كده؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني ان شاء الله باذن الله وبتسديد وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كل شيء هتحتاجه هيكون في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتفصيل الكتاب ده وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي لكتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو وحي ربنا سبحانه وتعالى. فيعني الواحد سبحان الله يعني لما يعني الواحد يتأمل كده ويفكر، بما ان يعني رمضان شهر القرآن وهكذا، لما يفكر في مسألة ان الدنيا بقت صعبة، الدنيا بقت تفاصيلها كتير، الدنيا بقت في تشتيت كتير، في لخبطة كتير في الدنيا، في مواضيع معقدة كتير، ويجد ان الواحد سبحان الله بيحاول يفهم كل حاجة وبيحاول يدور ويدعبس ويشوف مين قال ايه ويشوف رأي فلان ورأي علان واعمل ايه في الموقف دوت، طب اعمل ايه في الفتنة دي. تلاقي في جعلصة كده كتير ويعني وضع حتى العالم دلوقتي تحسه متقلب كده، في لخبطة كتير قوي. فسبحان الله تجد ان الانسان في وقت زي ده يعني يغفل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويغفل عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني استشعار معنى ان القرآن، تمام، القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والارض، اللي خلق الانسان، ارسل ليك كلام وكتاب وقال ان هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، وامرك باتباع الهدى. تمام، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فسبحان الله في عز اللخبطة دي كلها بتجد ان انت يعني كأنك سبحان الله معاك طريق الهداية، معاك عارف الكتالوج كده لما تبقى شاري جهاز جديد، غسالة بقى ولا موبايل ولا ايا كان، يبقى معاك كتالوج اللي هو ايه كيفية استخدام الطريقة المثلى لاستخدام الجهاز ده. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ارسل الينا القرآن ولله المثل الاعلى، كأن ديت الطريق السديد، الطريقة افضل طريقة تعيش بيها الحياة الدنيا، وافضل طريقة يعني باذن الله سبحانه وتعالى تبلغ بيها رضاه، لان رضاك في النهاية هو رضا ربنا سبحانه وتعالى، هو يعني ايه اهم حاجة بنسعى لها في الدنيا. فسبحان الله لما الواحد كده بيتأمل شوية ويلاقي ان هو بيغفل عن القرآن ويغفل عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يحس بالتقصير الشديد ويحس ان هو في ايده كنز وهو يعني لا يحسن استغلاله. ربنا يا رب يغفر لنا تقصيرنا ويهدينا ويثبتنا على الهدى. يعني فسبحان الله يعني القرآن كل ما يعني تنغمس في بحر القرآن وفي إعجاز القرآن وفي معاني القرآن تجد إن سبحان الله كتاب عظيم، وتعاليم ربنا سبحانه وتعالى تعاليم عظيمة. ولكن يعني إحنا ممكن عشان بعدنا عن القرآن وعشان إحنا في حواجز ما بيننا وما بينه فمش حاسين بالمعاني دي. يعني سبحان الله لما تبقى عارف إن القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الخالق، أنت يعني تأمل كده في المعنى ده، تأمل إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فده كلام وتعاليم اللي خلق الدنيا كلها واللي خلق الإنسان واللي يعلم اللي جوه صدرك واللي يعلم أنت بتفكر في إيه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهل أنت أعطيته حق؟ والله سبحان الله لما الواحد يتأمل في الكلام ده يحس إن هو يعني مش عايز يقرأ القرآن ويركز مثلا في كل كلمة، ده يحس إن هو عايز يركز في كل حرف ذكر ليه؟ لأن أكيد يعني ده حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن. وده معنى تاني، يعني ده سبحان الله معنى تاني جميل، إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ربنا يجعلنا يا رب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يعني ويغفر لنا تقصيرنا والله، ويجعل ربنا ينعم علينا ويجعل رمضان ده بداية لحال جديد مع القرآن، لأن فعلا القرآن ده كنز كنز كنز. والحقيقة إن دقائق معدودة زي ديت يعني لا تسمح إن الواحد يتكلم في قدر القرآن ولا يوفي القرآن حقه. والله حتى لو طولنا، والله حتى لو قعدنا نتكلم بالساعات، هتوفي حق القرآن إزاي؟ وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، معنى والله معنى تحس كده سبحان الله، أحس إن أنا أتكسف أتكلم فيه، أستحي أتكلم فيه. يعني أتكلم إزاي عن القرآن وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يجعلنا من أهل القرآن، ربنا يجعلنا من أهل القرآن ويتقبل منا عبادتنا، ويعني يزيل الحواجز اللي ما بيننا وما بين القرآن، وييسر
لنا فهم، ويمن علينا بفتوحات القرآن. إن سبحان الله القرآن ده فتوحات، فهم القرآن وتدبر معانيه ده فتح من ربنا سبحانه وتعالى. يعني نور الله من أنفسنا خيرا، ونور الله من أنفسنا إقبالا على كلام الله. لعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا ونتعلم علوم القرآن ومعاني القرآن، ولعل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويسددنا ببركة القرآن. أشوفكم إن شاء الله بكرة. افتكروا إن إحنا كل يوم في رمضان إن شاء الله عندنا فيديو. السلام عليكم.